احبائي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن تجربة خرافية شفتها بالانترنت، هو انك كيف تقدري تحصلي على شعر كيرلي باستعمال السترو، اللي هو هذا اللي بنشرب به المشروبات، طلع متعدد الاستعمالات. ففي نهاية الفيديو راح نشوف اذا هذه التجربة طلعت خرافية او خايسة. عشان تدعموني اكثر ما تنسوا تضغطوا على زر لايك وزر الاشتراك سبسكرايب، راح اخلي كل الروابط بصندوق الوصف، وكمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، سناب شات، فيسبوك. طبعا كل واحدة على حسب شعرها، فاذا كان شعرك قليل وقصير فراح تحتاجي لعدد اقل، واذا كان شعرك طويل فراح تحتاجي لعدد اكبر. كمان راح نحتاج لدبابيس للشعر، وكمان مي عشان ارش به شعري. التعليمات بتقول انه لازم اخذ خصلة من شعري بهالطريقة، ارشها بالمي، وبعدين اجيب السترو الف الخصلة على السترو بهالطريقة. وهلا راح اثبت اخر الخصلة بالدبوس بهالطريقة. بعدين راح اجمع السترو وراح اسوي عقدة بسيطة. لازم تحصلوا على هذا الشكل. وهلا راح نعمل نفس الشيء، يعني نفس الخطوات على الشعر كله. والله مستانسة كتير بهاي التجربة وكتير متحمسة اشوف النتائج. هذا هو شكلي بعد ما خلصت. بشبه لي مين؟ اكتبوا لي كومنت تحت. في بعض التعليمات بتقول انه لازم اخلي شعري كده لمدة ليلة كاملة عشان احصل على نتيجة حلوة، بس انا ما راح اقدر اسويها، فحبيت انه اخليها لمدة ساعتين او 3 ساعات وراح ارجع لكم. ورجعت لكم بعد ساعتين من الانتظار. هلا راح اشيل السترو من على شعري وراح نشوف ايش النتيجة. كتير متحمسة. واو والله كتير انصدمت من النتيجة. شوفوا الكيرل. اوه ماي جاد، والله شيء يضحك. اوكي هلا راح اشيل كل السترو وراح ارجع لكم. وهلا شلت كل السترو من على شعري وشكلي جدا جدا مضحك. حسيت حالي بشبه للشخصيات بالقرون الوسطى بعد الافلام التاريخيه، فهيك حاسه حالي. يعني راح احاول اضبط شعري شوي وراح نشوف، يعني افتح الكيرل شوي عشان نشوف ايش راح يعطينا. اوكي حاولت اضبط شعري وهذا اللي طلع معي، صرت اشبه بوب مارلي. هلا راح احاول اعطيكم رايي الصريح بتجربتي. صراحه بالنسبه للكيرل زبط معي. شوفوا يعني شعراتي كلهم صاروا كيرلي. راح اعطيه 10 على 10 بالنسبه للكيرل. اللي مو حبيته هو انه صراحه اعطاني شكل شويه غريب، حسيت يعني انه غريب منكوش وغريب كتير، وما اعطانيش يعني لوك كتير حلو. فيمكن السبب هو انه شعري قصير، يمكن يزبط على الشعر الطويل اكتر من القصير. اذا كنت من الناس اللي بيدوروا على الكيرل فهذه التجربه راح تضبط معك، واذا كنت من الناس اللي بيدوروا على ستايل يعني ما اعتقد انه هذه الفكره راح او هذه التجربه راح تضبط معك. فالمهم زي ما انتم شايفين هذه هي نتيجه التجربه. شعر منكوش. ما تنسوا تكتبوا لي كومنت تحت عن تجارب تانية حابين اجربها، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي. باي.